ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم بقى حلو بارد كده، حلو قوي. يشبه تشيز كيك في طعمه، والله بجد، وفي طعمه وفي شكله. حلو. التشيز كيك بيطلب حاجات مكونات اوفر شويه، زي مثلا كريمه، خفق، مثلثات، جبنه مثلثات، كريمي، قشطه. الحاجات دي هنستغنى عنها خالص. هنجيب بسكوت، هنطحنه زي ما انتوا شايفين كده او نكسره، معلقه سمن بلجي او معلقه زبده حسب ما يبقى مندي كده. عاوزينه احنا مندي كده عشان يبقى سهل معانا، بس مش اكتر. هنحطه في بولات ونسويه زي ما انتوا شايفين كده. دي الطبقه الاولى. الطبقه التانية بقى هنحط ايه بقى؟ هنحط مهلبيه ايه؟ مهلبيه مانجا. هنجيب كوبايه المانجا معاهم كوبايه لبن، 3 معالق، مش مملين للاخر، 3 معالق نشا، نص كوبايه سكر، ولو عندك معلقه قشطه بيبقى جميل قوي، استغني عنها مش مشكله. مهلبيه المانجا ريحتها بجد وانا بعملها حلو، على نار هاديه. واحط الطبقه التانية على البسكوت واسيبها تبرد طبعا في التلاجة شويه. عاوزه كمان تخليها كده وما تزينهاش مش مشكله، بس انا بقى كان عندي كيس كريم شانتيه، زينتها كده بطريقه عشوائيه، شكلها بس يبقى من منظر حلو. وكان عندي برضو المانجا في الفريزر، المانجا اللي هي عملتها مهلبيه كانت في الفريزر برضو، يعني ما كلفتنيش حاجه. بتجيبي كيلو مانجا، 2 كيلو مانجا كده، تروحي واخده 2 3 كده حطيهم في الفريزر، مش هتحسي بيهم. كل ما تجيبي تشيلي 2 كده، هتحتاجي لهم والله، زي ما انا عملت كده. بس خدت بقى المانجايه دي كانت بالطريقه دي، قطعتها مكعبات وحطيتها كده تزين الطبق وتخلي شكله حلو على الكريم شانتيه. عاوزه تستغني عنه مش مشكله، الطعم يبقى حلو جدا. حطيتيه ما حطيتهوش الطعم هيبقى حلو، بس زينت الطبق بالشكل ده او البوله بالشكل ده يعني. وبالهنا والشفا، بجد هتعجبكم. الميكس بتاع البسكويت والمانجا والكريم شانتيه طعمه حلو قوي، وبجد ارخص من بره بكتير. جربي، وبجد هتدعيلي. جربي، حلوة جدا. في الحر طبعا ده بنبقى عايزين اي حاجة تكون ساقعة. يا رب تعجبكم، بالهنا والشفا. ما تنسوش اللايك. مع السلامة.